عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة بقى جولة من لوران، وهنوصل مع بعض لغاية ميامي عشان نشوف اخر تطورات مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. احنا دلوقتي في منطقة لوران، واللي على شمالنا ده مشروع حماية شواطئ اسكندرية اللي بقت موجودة في معظم شواطئ اسكندرية، ونأمل كمان تكون موجودة في الشواطئ المفتوحة عندنا زي شاطئ السلسلة وشاطئ ستانلي. بصوا بقى، مفيش فايدة في المرور العشوائي زي ما حضراتكم شايفين، يعني في اشارات وفي انفاق وبرضو الناس بتعدي عشوائي. بصوا مفيش فايدة. دلوقتي هنعدي على طبعا كوبري محمد نجيب في طريقنا، وهنشوف برضو اخر تطورات اللي حصلت في الكوبري هناك. والفيديو ده مخصوص لطريق ميامي عشان تم ازالة جميع الحواجز اللي كانت موجودة، الحواجز القديمة، وتم فتح الحارة القبلية. يعني الطريق بقى واسع جدا، بقى 5 حارات في كل اتجاه. فهنشوف بقى الشكل النهائي للطريق، كل ده هنشوفه من خلال الفيديو. طبعا لو حضراتكم مش مشتركين في القناة، شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصة بكل مشروعات اسكندرية وشواطئها، وكل حاجة تخص اسكندرية هتلاقوها موجودة على القناة. تابعنا مع حضراتكم مشروع توسعة كورنيش اسكندرية المرحلة الأولى من المنظرة للعصافرة، وكل الفيديوهات هتلاقوها موجودة على القناة. ودلوقتي بنتابع المرحلة التانية من ميامي لغاية المحروسة. طبعا احنا هنا كده عدينا المحروسة، وفي طريقنا هيقابلنا طبعا كوبري محمد نجيب، واللي انتهى بنسبة كبيرة جدا، ولكن لسه إشارة سيدة بشر مازالت شغالة، عشان طبعا هيكون في عكس الاتجاهات لشارع اللي هو شارع رمادة. بصوا هنا كده أول مطلع الكوبري من عند مدرسة الطفولة السعيدة. شايفين اللي أمامنا ده نفق الطفولة السعيدة، وطبعا احنا هننزل أسفل الكوبري وهنمشي مع حضراتكم في اتجاهنا لمنطقة ميامي. شايفين هنا اليافطة اللي هي محور محمد نجيب، باعتبار ما سيكون يعني، لأن بداخل شارع محمد نجيب في كوبري طبعا جديد بيتعمل غير الكوبري ده. شايفين هنا كده في لسه أعمال أسفل كوبري محمد نجيب، لأن سمعت إن المنطقة هنا كده هتكون في أماكن ترفيهية، فعشان كده ابتدوا يقفلوا المكان أسفل كوبري محمد نجيب. وطبعا الطريق هنا بعد كده اللي هيطلع من ناحية شارع محمد نجيب هيطلع على طول من أسفل الكوبري على الكورنيش. كلنا كنا فاكرين ان بمجرد افتتاح كوبري محمد نجيب هيتم الغاء اشارة سيدة بشر على طول، ولكن بقى لسه في تنسيق مع ادارة المرور، وكمان عكس اتجاه شارع فندق رمادة، وبعد كده هيتم بقى الغاء اشارة سيدة بشر. كده خلاص طلعنا من اسفل كوبري محمد نجيب وفي اتجاهنا لاشارة سيدة بشر. هتشوفوا دلوقتي معايا ان الاشارة هتلاقوها لسه شغالة. شايفين هنا كده قربنا عند إشارة سيدة بشر وهتلاقوا الإشارة شغالة. طبعا فندق رمادة ده سابقا دلوقتي المفروض اسمه هيلتون، ولكن احنا اخدين يعني على الاسم القديم. اهي إشارة سيدة بشر أمام حضراتكم شغالة. وطبعا في أعمال كده في الحارة اللي في المنتصف دي، زي ما حضراتكم شايفين بيتم رصف الطريق هنا، لان برضو دي حارة هتتضم على باقي الطريق عشان يكون 5 حارات في كل اتجاه، فهنا بيتم رصف الطريق. هنشوف مع بعض دلوقتي المعدات هتظهر معانا. كده خلاص يبقى انتهى مشروع توسعة كورنيش اسكندرية للمرحلتين، فاضل بس عودة ال4 شواطئ اللي كانوا مقفولين طول صيف 2025. وطبعا كلنا عرفنا ال4 شواطئ اللي هي ايناس حقي واسحاق حلمي والسرايا وابو هيف. شايفين كده بقى ظهور المعدات اللي بتعمل رصف للطريق، وطبعا بعد كده هيتم وضع طبقات الاسفلت هنا، والحارة دي هتتضم على الطريق عشان يبقى 5 حارات في كل اتجاه. وخلاص كده بنسبة كبيرة جدا كل الطريق بقى واسع، وانتهت المرحلتين من توسعة كورنيش اسكندرية.
بالنسبة بقى لبير مسعود في أعمال داخل المكان نفسه، يعني هيتم عمل كراسي جديدة في المكان، ولكن الكراسي المرة دي هتكون بتبص على البحر، لأنه في تغيير كبير جدا في مكان بير مسعود. صورنا مع بعض فيديو قبل كده لبير مسعود، لو لسه مشفتوش الفيديو هتلاقوه موجود على القناة. ولكن خلاص هو التوسعة انتهت، بس الأعمال هتكون بداخل بير مسعود نفسه في المكان، مش على الطريق بره. احنا هنا عند نادي السيارات. طبعا اما الحارة دي تخلص ويتم اضافتها للطريق، الطريق برضو هيكون اوسع من كده، وعشان كده يعني رجاء محدش يعدي عشوائي يا جماعة، في اشارات وفي انفاق. بلاش التعدية العشوائية اللي بتعدوها دي غلط، لانه دلوقتي الطريق بقى واسع، فالموضوع ما بقاش سهل زي الاول. وصلنا هنا عند بير مسعود، ولسه مكملين مع حضراتكم لغاية ما نوصل لميامي. طبعا مشروع توسيع كورنيش اسكندرية فرق كتير جدا في الصيف السنة دي، يعني ما كانش فيه زحمة الصيف اللي فات. الموضوع كان سهل بالنسبة للمصيفين وبالنسبة لنا احنا كمان. كل واحد عايز يروح مشوار كان بيروح بسرعة، عكس الصيف اللي فات كان التكدس والزحمة كبير جدا في طريق كورنيش اسكندرية، ولكن مع مشروع التوسعة الطريق اختلف كتير جدا. كده بقى بدأنا ندخل على منطقة ميامي، وهتلاحظوا إزالة جميع الحواجز القديمة اللي كانت موجودة، وخلاص بصوا الطريق بقى واسع جدا، ومفيش بس غير الحواجز الحديدية الجديدة اللي صورناها قبل كده مع حضراتكم. وهنا بقى بيتم طبعا يعني رصف الطريق، وهيتم وضع طبقات الاسفلت. وبصوا الطريق بقى واسع واتغير تماما عن الاول كان الطريق هنا ضيق جدا، بس بعد ما تم عمل التوسعة هنا وازالة الحواجز القديمة، بصوا قد ايه الطريق فرق، بقى واسع وكبير ومفيش اي زحمة. بقى هنا كان دايما بيبقى فيه كده تحس العربيات واقفة طابور ورا بعض، وكان دايما زحمة، بس مع التوسعة في فرق كبير جدا بعد التوسعة. اللي على ايدينا اليمين ده نفق اسكندر ابراهيم، وفي نفق تاني في ميامي اللي هو نفق خالد ابن الوليد. عدوا بقى من الانفاق او من الاشارات، فبصوا بقى على طول طريق ميامي فيه حواجز حديدية. دي الحواجز الجديدة اللي اتعملت، وتم خلاص ازالة كل الحواجز الحديدية القديمة، والهدف من الحواجز دي لمنع العبور العشوائي. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، هتوحشوني جدا جدا. لحد الفيديو الجاي، شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.